بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول فيه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إخواني الكرام، الموت ليس هي نهاية الإنسان. الموت ماشي هي النهاية ديال الإنسان. الموت هي مرحلة انتقالية من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. ولذلك احنا في العموم كيخصنا نستقبلوا، احنا كمسلمين كيخصنا نستقبلوا الموت بالفرح والسرور والغبطة والتمني والرجاء والأمل في رحمة الله عز وجل. الموت ماشي هي بديك الطريقة اللي صوروها لنا وحنا كنا صغار، على أنها عبارة عن حنش كبير وتيعض وتيدير وتيفعل والخوف والظلام وكذا. لا، الموت هي مرحلة انتقالية من الدنيا الفائتة والفانية، والتي أمرنا بعض السلف الصالح بعبورها وليس إعمارها. عبوروها كما قال أحدهم: عبوروها ولا تعمروها. فالموت هي مرحلة انتقالية إلى عالم الغيب، عالم رحمة الله عز وجل، عالم القرب من الله عز وجل، عالم الأنس بالله عز وجل. فالإنسان خصو يكون مستعد، فقط مستعد ليأنس برحمة الله، مستعد لتلقي رحمة الله عز وجل. فالموت يعني فضيلة ومزية، وأي واحد فينا يعني يريد أن يقدم على الله عز وجل. فقط الاختيار اللي خلانا الله عز وجل في الدنيا هو أننا نحاسب على أعمالنا. أما فيما يخص رحمة الله والرضا ديال الله عز وجل والقبول ديال الله عز وجل فهو ديال الله عز وجل، هادشي كله ديال الله. لكن احنا في الدنيا أمرنا باش أننا نخدمو، نصليو، نعبدوه سبحانه وتعالى، نصومو، نتصدقو، نزكيو، نحجو، نطيعو والدينا، نطيعو الازواج ديالنا ونربيو ونتعاونوا معاهم، نربيو وليداتنا، نحسنوا للجيران، نعاونوا الفقير، نعاونوا المسكين، نتهلاو في الناس، نتجنبوا الغيبه، النميمه، شهاده الزور، اكل اموال الناس بالباطل، اكل ميراث الناس، الظلم، الفساد، البغي، القتل إلى آخره. أما رحمة الله عز وجل فهي له سبحانه وتعالى. فملي كيكون الإنسان يعني باغي يشوف الله عز وجل وباغي ينتقل الله عز وجل، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. الله عز وجل كيفرح باش يلقاك، ولله المثل الأعلى. تصور انت دابا غير شي واحد، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. تصور دابا انت غير شي واحد في الدنيا مثلا كبير ومعروف وكذا الى اخره، وعنده سلطه وعنده جاه، وصيفط لك دعوه قال لك اجي بغيت نشوفك، اتبات الليل كله وانت كتخمم وانت كتفكر وانت فرحان وناشط، ويبطى عليك الفجر ويبطى عليك الصبح هي فوقاش تفيق باش تمشي تشوف داك السيد. هادشي في الدنيا فقط، فما بالك برب العالمين، فما بالك بأرحم الراحمين، فما بالك بقيوم السماوات والأرض، فما بالك إلا كرمنا وكرمكم الله عز وجل يا إخواني الكرام أخواتي الكريمات أننا نشوف وجهه الكريم يوم لقائه. أعظم نعمة ما بعدها من نعمة، لا تضاهيها نعمة ولا توازيها نعمة ولا تساويها نعمة، وهي نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واللي ما كيبغيش يلقى الله عز وجل فربي عز وجل حتى هو ما يبغيش يلقاه، ما يبغيش يشوفه. صحيح الموت من الناحية النفسية هي فقد، هي وجع، هي ألم،
هي مصيبة كما سماها الله عز وجل، مصيبة الموت، لكن في آخر المطاف هي مرحلة انتقالية من عالم الدنيا الفانية إلى عالم الآخرة الباقية. راه هي الباقية، رحنا أعمارنا تتناقص، وآجالنا تتضاءل، وأيامنا تذهب، ونقترب من الموت عاجلا أو آجلا. فخصنا نكون فقط مجدين، حريصين، مستعدين للقاء الله عز وجل، وأن نفرح بلقاء الله عز وجل حتى يفرح الله بلقائنا، وأن لا نكره لقاء الله عز وجل حتى لا يكره الله عز وجل لقاءنا. في إخواني الكرام، هذه كلمة بسيطة جدا حببت أن أذكر بها نفسي وأذكركم بها، لعلنا يعني تكون لنا بصيرة وتكون لنا ومضة ولمعة من أجل أن نجدد علاقتنا ورابطتنا برب السماوات والأرض. فأقسم لكم بالله، إلا كان الإنسان مستقبل بحياته، صحيح غيتعرض للابتلاءات، غيتعرض للامتحانات، غيتعرض للشدائد، غيتعرض لمجموعة ديال الأمور، لكن إذا كان مستقم الإنسان على صراط الله المستقيم، وعلى كتاب الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش على المبادئ، وعاش على القيم، وعاش على المثل، وعاش على الأخلاق الحميدة، وعاش على العادات الجيدة، وعاش على التقاليد الجيدة، يعني ودار في نفسه، في عقيدته، أنه سيلقى الله عز وجل وسيفرح بلقاء الله عز وجل. أقسم لكم بالله إخواني الكرام أخواتي الكريمات أن الله عز وجل يفرح بلقائه. فالموت إخواني الكرام راه ماشي بداك الشكل اللي صوروا لنا، بعبع وعندك وكذا على آخر. صحيح فيه الفقد، فيه البكاء، فيه الوجع، فيه كذا، فيه كل شيء هادشي، لكن هو مرحلة للقاء الله عز وجل. واش كاين شي واحد فينا يكره أنه يلقى الله عز وجل؟ أنا شخصيا أتحدث عن نفسي، والله الذي لا إله إلا هو، يعني أرغب إذا كتب الله عز وجل، أرغب في لقاء الله عز وجل، لكن أرغب أن ألقاه وهو علي راض. أنا حتى شعاري في الحياة هو أملي أن يرضى ربي عني في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله عز وجل إخواني الكرام أخواتي الكريمات أن نكون من عباده الصالحين المصلحين الطيبين الطاهرين الذين عاشوا على الإيمان والإسلام وماتوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.